ما تعرفش بقى هل كانت صدفة ان الفيلم ده ينزل اخر الشهر قبل الحدث السياسي الكبير بأيام قليلة، ولا اللي حصل ده كان مترتب اننا نشوف محاكاة للي بيحصل ورا ستارة اي انتخابات قوية فيها تنافس شديد جدا، حتى ولو كان على شكل انتخاب بابا الفاتيكان. انتخاب البابا اللي بنفتكر انه بعيد عن اي صراع متعارف عليه في السياسة، منصب بيحمل شيء روحاني مجرد من اي اطماع او خلينا نقول مسائل دنيوية. انت هنا لخدمة الله اولا واخيرا، بما انك رمز لاكبر طائفة دينية على كوكب الارض. فنكتشف اننا في صلب الموضوع نفسه. فالفاتيكان اللي تأسس من القرن السادس تقريبا عمره ما كان بعيد عن أي شأن سياسي، والحملات الصليبية اللي كانت علينا تشهد بده. وإذا كان الدور ده تراجع بشكل رسمي مع بداية القرن العشرين، وبالتحديد لما تبقى في دولة مستقلة سنة 29، فالبابا ما كانش بعيد عن أي شيء بيحصل حواليه. احنا لسه فاكرين البابا يوحنا ومواقفه الشجاعة جدا في قضايا الشرق الأوسط، ولسه فاكرين برضو البابا بنديكت الله يبارك له. انتخاب بابا الفاتيكان بيتم وسط 120 كاردينال كاثوليكي متوزعين على مستوى العالم في الكنيسة السيستينية بالمقر البابوي، في قاعة كبيرة بتتقفل عليهم. وده بعد 15 يوم بالتمام والكمال على وفاة البابا السابق. واللي بيحصل على شرف الحبر الأعظم بيحقق الأغلبية المطلقة والمتعارف عليها في أي انتخابات في الدنيا، ولو ما حصلش بيتعاد الإجراء مرة تانية على مدار يومين. وإذا ما حصلش انتخاب بنيجي في اليوم الثالث يبتدوا يسقطوا تلتين المرشحين اللي جمعوا أصوات أقل، وتكون الانتخابات ما بين التلت الأول، وبتحصل عملية التصفية على مدار 15 يوم. وإذا ما حصلش حد فيهم على النسبة الصحيحة في النهاية، فبيكتفوا بأعلى 2 مرشحين جمعوا أصوات، على أن يتم اختيار البابا ما بين الاتنين هنا مش بالانتخاب، ولكن عن طريق المفاضلة. وده بيتم وسط 15 كاردينال مش أكتر، وفي اجتماع مغلق. ده كان شرح بسيط للي بيحصل، بنشوفه هنا بتفاصيله أما بتحصل حالة الوفاة، وبنشوف بطلنا عميد المجمع واللي بيشرف بنفسه على عملية الانتخاب، وبنشوف المرشحين الأربعة الرسميين وتوجهاتهم المختلفة. فده الكاردينال الحاد جدا والمحافظ على أفكار الكنيسة القديمة من أيام العصور الوسطى، وده الكاردينال الإصلاحي اللي عايز يحررها من الأفكار دي ويواكب العصر، وده الكاردينال اللي جاي من أفريقيا كوجه جديد على المؤسسة العريقة، وده الكاردينال سكرتير البابا اللي كان مفروض يكون دراعه اليمين. تحالفات بتحصل هنا وهنا، لكن الأهم هنا من الأفكار والتحالفات، فأنت بتشوف تفاصيل لقصص مثيرة جدا بتخص الأربعة دول داخل أروقة الكنيسة، واللي هيكون لها تأثير كبير جدا في الانتخابات. خيوط وأسرار بتتلاقى كلها في إيد البابا الراحل نفسه، بيكتشفها صاحبنا عميد المجمع اللي بيكون في وسط صراع رهيب ما بين الحق والمصلحة. تقريبا كده من الصيف اللي فات بتصدر شهرين قائمة غير رسمية للأفلام المترشحة لموسم الجوائز. في كل مرة بنلاقي الفيلم ده في صدارة القائمة، ولو في فرصة انك تشوف الأفلام الباقية هتلاقي ان الفيلم ده هو الوحيد اللي تقدر تتفرج عليه وانت مطمن ان مفيش حاجة هتجرحك، وبالتالي هو أفضل اختيار لينا ما بين العشرة الموجودين. حتى ولو ما هواش النوع المفضل عند الأمريكان في الفوز بأثمن جايزة، فالفيلم مش مبني عن قصة حقيقية، وهو مقتبس عن رواية مشهورة لروبرت هاريس. ومن إثارة الأحداث والمكان نفسه تفتكر إنك بتشوف فيلم Angels and Demons، لكن المرة دي مش من إخراج رون هاورد، لكنه من إخراج إدوارد بيرجر، مخرج فيلم All Quiet on the Western Front. وإذا كانت الأوسكار هتضمن للفيلم ده مكان مناسب في القائمة، فالنجم الكبير رالف فاينز هيكون منافس شرس جدا في قائمة التمثيل. الراجل اللي بيلاقي نفسه في موضع مسؤولية كبيرة وفي مكان هو نفسه عنده شكوك كبيرة حواليه، لكنه مضطر انه يطبق القانون بحذافيره، اما بيكتشف كل الاسرار اللي اتكلمنا عليها في الاول. ومع ظهور نجوم تقيلة معاه من امثال ستانلي توتشي وجون ليثجو، بيظهر الممثل الإيطالي سيرجيو كاستيليتو في شخصية الكاردينال الحاد. لكننا بالتأكيد هنقف عند أهم شخصيات الفيلم، مش بس لدورها المؤثر في الأحداث، ولكن للمعنى نفسه وللدلالة على دور العنصر النسائي في المؤسسة الدينية العريقة، واللي هيبان جدا في آخر مشاهده. الدور اللي ما بيتحسش لأنه صوت مش مسموع، مع أنه هيكون هو أساس كل شيء بعد كده. دور الأخت الكبيرة المسؤولة عن الأخوات في القصر البابوي، واللي عندها مفاتيح الأسرار والألغاز اللي بيقابلها العميد في السكة، فتكون في إشادة مستحقة هنا بالممثلة الإيطالية إيزابيلا روسيليني، وترشيح غير رسمي لجائزة التمثيل المساعد. لكن على الرغم من كل اللي قلناه النهاردة، على الرغم من عناصر القوة اللي موجودة وشفناها على مدار ساعتين إلى 10 دقايق،
فبيفضل البطل الحقيقي للفيلم ده هو القصر نفسه، القصر بشموخه وبعراقته الممتدة من القرن ال14 بطرازه المعماري الفريد من نوعه وبلوحه المرسومة على الحيطان والأسقف، واللي بتكشف عن الصراع الأزلي في الدنيا ما بين الخير والشر، الأروقة والطرقات والأوض الصغيرة اللي بتحمل كل منها سر امتد لسنين فاتت وهيمتد لسنين جاية. آسف على الإطالة.